السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجموعة لا كالعادة الأذكياء هم اللي قادرين يقعدوا قدام الكاميرا والميكروفون ويتكلموا ويخوضوا جميع المواضيع، والمواضيع هم اللي الحساسة، والمواضيع اللي تحترم العقل وتحترم الإنسان وتحترم الفكر، المواضيع الاجتهادية. أما قال وقيل ولساء وقبيضة الأخبار وكذا ما يطرقوا شي من الأغبياء. الواحد من يسي على لقاش يقوم يسي عليه الثاني ويلود الخبر يجيبوا ويكذبوا له آخر وشي من الأغبياء. أما الأذكياء يوحدوا لا في شيء فيه المخ وفيه الرب، شي لا ينهض بالأمة، ينهض بالفكر، ينهض بالعقل، يحترم الإنسان مباشرة. هو اللي يأخذوا فيه الأذكياء اللي هم الأولياء، وأنا ولي من أولياء الله ولكن من أذكياء المسلمين اللي قالنا ما يحق يتفضل قدامه مليونين من الشر على الفيسبوك. لا يتكلم جف واحد من بس ما قلبته حمار حالا. وانا هذا قلت نطلع عليكم في النهار 50 مره، لقيت لا مخفف عليكم. سمعت نطلع عليكم مره الله انت، لما انا نطلع عليكم 50 مره. اما يقول الاغبياء الاخرين الواحد منهم يقول هو تشر ما اطلع يشمشم يدور الخبر يجيبوا والله فضيحه يقول زي ما يراها يجبر موظف تردع عن طلوعه ب10 دقائق يقول لك هذا اهمال الوظيفه واهمال الاداره وكذا، وراعي تردع 10 دقائق. ما عندهم شيء واحدين فيه، ما عندهم شيء قايلينه. موضوع اليوم اللي نتكلم فيه هو نحن المسلمين هم نحترم المواعيد، ما هم النصارى. المواعيد يحترموا للمسلمين. جيه في وقت يعطيك ميعاد ميدي، إذا جيت سابق يستقبلك ولا جيت مولي عاقبه يستقبلك. بينما هما حد كامل يشرب الخمر، ذاك الميعاد اللي يعطيك فيه تجبره فايق. إذا جيتوا سابق ولا تجبروا سكران، ولا جيتوا عاقب ولا تجبروا مولي سكران، معناه انه هو عاطيك ميعاد، هو فايق. بينما نحن المسلمين فايقين في كل وقت. جينا السابق ومرحب بك وسهلا، جينا عاقب ومرحب بك وسهلا. معناه هذا يحترم المواعيد اللي نحن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجموعة.